السلام عليكم فاميليا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نهار جديد، فيديو جديد، وصفات جديده. هاد النهار ان شاء الله غادي نوجد معكم الفويتين او الكروكون اللي كنحتاجوه في بزاف ديال الحلويات، لي طارط، نبغيو نصايبو كاطو كلاصي. غادي تشوفوه معايا في بزاف د الفيديوهات. داكشي علاش قررت انني نوري لكم طريقه التحضير ديالو مع طريقه الاحتفاظ وكاع هادشي، وراه كيوجد في الساع وبكميه كثيره. ندوزو دابا للمقادير وطريقه التحضير. غادي نحتاجو ناخذ بيضه، نحيدوا لها الصفار ونعبروها. داك العبار اللي عطانا، بحال مثلا انا هنا عندي 20 غرام ديال البيض، بياض البيض. غادي نديرو 20 غرام ديال السكر كلاصي، 20 غرام ديال الزبده، 20 غرام ديال الدقيق وفاني. يعني داك البيض اللي عطاكم في الاول العبار ديالو غديروه السكر كلاصي، دقيق والزبده. اول حاجه كناخذوا داك بياض البيض، يكون مجبود مقبل ولا عادي ماشي ضروري. كناخذوه كنديروا مع السكر كلاصي. دابا هاد المقادير راه كيكونوا مضبوطين، يعني كيما شفتوني راه ما خصكم تخليو والو بزاف. يعني كانت 20 غرام ديروا 20 غرام باش هكا ينجح لكم هاد الفويتين. غادي نديرو ديك بياض البيض في واحد الغرفيه كما شفتوا، راه كنخدم داكشي صغير باش يعني باش ما يضيع عليهش كامل. كنديرو كما شفتوا بياض البيض، كنديرو مع السكر كلاصي وداك الكيس ديال السكر فانيلا. كنحاولوا اننا نخلطوه مزيان حتى يولي الخليط ديالنا بحال هكا ابيض. ما تضربوش بالضرب الكهربائي، غير هكا بهذا الفوي راه غير شويه كيتخلط لكم مزيان. غادي نذوبوا ديك الزبده كما شفتوا. علاش قلت لكم داكشي مضبوط؟ راني ذوبتها في المغرفه الكبيره. كنبقاو نزيدوها وحنا كنخلطوا باش هكا هي راه شويه دافيه. داك بياض البيض ما يطيبش. نخلطوا وحنا نكبوا حتى نساليو ديك الزبده كامله وخلطوا مزيان. من بعد غادي نزيدو ديك 20 غرام التاليه ديال الدقيق. كما قلت لكم تعبروا بيض الابيض عليه كديروا المقادير كاملين الا الفاني. 20 غرام دقيق، 20 غرام سكر، 20 غرام زبده، وكتخلطوا هكا. هاد الفويتين صراحه كنحتاجوه في بزاف د الحوايج، وفي المحلات كيبيعوه بثمن كثير. وفاش كتمشي تاخذ مثلا 5 دراهم ولا 10 دراهم كيعطيك كميه قليله يعني. وزائد انه كيكون زعما مع كيبقى مده طويله عندك والحانوت ما كيبقاش مقرمل. كتجيبو بحال نقولوا كيرطاب، وحنا ما خصناش يكون رطب، خصنا يكون مقرمل. داكشي علاش توجدوه في الدار ويبقى كميه كثيره، كيبقى حتى مده طويله. صافي من بعد كما شفتوا راه خلطتو. هذا هو القوام ديالو بحال الكيك. كناخذوا هنايا صينيه ديال الفرن وورق الزبده. شي بانسو الا كان عندكم بحال ديال ورق البسطيله راه ممكن تاخذوه وتبقاو تخدموا به حتى هذه كتكون طبقه رقيقه. يعني هنايا ولا ممكن ديروا السباتيل. انا كتعاوني صراحه هاد السباتيل. كتسرحوه كما شفتوا ورقه رقيقه، يعني شفتوا راه ما بحال قلتو شفاف. الفران هنايا كنسخنوه مزيان من الفوق ومن التحت. كندخلوا اللاطه ديالنا عادي وكنطفيو. نقصوا شويه الفران، كنخليوه يلا 3 دقائق غير شويه. راه غادي يولي احمر بحال هكا ويدهب. في الاول فاش كتخرجوه كيبان لكم باللي باقي مازال رطب وباقي مازال يعني ما مقرمل وداكشي. غير خليوه يبرد في درجه الحراره. غادي حراره الغرفه غادي يصافي يعني يبس كما نقولوا ليه يتقرمل. ما تزيدوش طيبوه اكثر من هكا. صافي من بعد راه كيتحيد بكل سهوله. زائد زعما نتوما كتحكموا في اللون زعما اللي بغيتو. اصلا ما كيبانش زعما في لي طارط وداكشي، مع كيكون كيتخلط مع حشوات اللي غادي ندير لكم جدادين ان شاء الله وحوايج اللي هما جداد. صافي كتاخذوه كتقسموه. هنايا نتوما ليكم الاختيار واش بغيتو ديروا به. لكن نتوما مثلا غادي ديروا حشوه ولا انا راه كسرته زعما كامل ولا هرستوه كامل كما شفتوا رقيق شويه حيت غنحتاجوه باش نعمر به حشوات. اما نتوما الا كنتو غادي ديروه مثلا تزيين ولا شي حاجه فوق من طارط ولا شي لعيبه، راه ممكن زعما تحكموا نتوما في القياس ديال هذاك الورق. وشتو راه مقرمل بزاف، يعني غادي تحتفظوا به. نوريكم الطريقه ديال الاحتفاظ انه كيبقى مده طويله، زائد انه كيخرج كميه كثيره. هنايا غتلقاوه احسن من ديال مول الحانوت ب1000 درجه.
زائد انه كما قلت لكم اللون كتحكموا فيه، حتى هما اللون زعما لونهم زوين، ولكن هو هكا مذهب وزوين كيكون ساهل. وكما شفتوا راه ما شدليش حتى 10 دقائق بالطياب ديالو بالتوجد ديالو كامل. وسيرتو انه بعض المرات كيبقى لنا بيض الابيض وما كنعرفوا من نديرو به. داكشي علاش غادي ندير معكم بزاف التويشيات اللي كنحتاجوهم بياض البيض ولا بعض المرات بالصفار اللي تحتاجوهم وزعما يفيدوكم. صافي نكسروا هاد الفويتين كامل. وطريقه الاحتفاظ غادي نجمعوه في قرعه ديال الزاج، نسدوه مزيان، ما نديروه لا في الثلاجه لا والو، غادي نخلوه غير في بلاكار، وهكا فيما نحتاجوه نجبدو كيبقى مقرمل مده طويله. وصلنا لنهايه الفيديو، ونتمنى هذا الفيديو يعجبكم. وإلا عجبكم ما تبخلوش عليه بالاشتراك ديالكم ولي لايك. تهلاو في راسكم ونتلاقاو